قوي من نوعية الستات دي، الستات اللي ما بتحبش تعمل لنفسها كرامة ولا تعمل لأهلها كرامة. وعلشان كده أنا شفت مشكلة وحبيت إن أنا أتكلم فيها. ليه الستات اللي بتلاقي دايما أهاليها واقفة جنبها وبتدعمها ما بتحبش كده وبتحب الإهانة؟ كان في واحدة منزلة مشكلة وبعدها وبتقول أنا متجوزة، المهم جوزي ضربني، ركزوا قوي في الكلام، ضربني وطردني في نصاص الليالي. المهم ان انا روحت ورحت عند اهلي. لما رحت لابويا، ابويا عمل قعده ليه، المهم عمل بالفعل قعده وقعد في وسط الناس، فجوزي غلط في ابويا وشتمه. المهم ابويا ما سكتش وقام اداله بالقلم على وشه. وطبعا ابويا صعد الموضوع وخلى الموضوع بقى صعب في الرجعه، وانا مش عايزه اتطلق. المهم بعديها انا اتخانقت مع بابا خناقه كبيره قوي، وقلت له انت كده خربت عليا وانت مالكش انك تعمل كده. المهم ان هي بتقول بعديها بعتت رساله لجوزها وقالت له انا مش عايزه اتطلق وانا عايزه ارجع لك، وبتقول هو ما ردش عليها، ولحد الان ما ردش عليها ولا عبرها، وهي مش عارفه تعمل ايه لانها متخانقه خناقه كبيره مع ابوها ومش عارفه تعمل ايه وتتصرف ازاي. تعملي ايه وتتصرفي ازاي؟ واحد هانك وهان ابوكي وشتمه وعايزه ترجعي له تاني؟ يعني انا مش عارفه والله النوعيه دي من الستات ازاي بتتعامل. في ناس على فكره تتمنى اهاليها ياخدوا لها حقها، في ناس عايشه مع رجاله ومش عارفه تاخد حقها منهم لانها ملهاش ظهر وسند، وانت ربنا اداكي الظهر والسند، ولكن انت يعني مش عارفه النعمه اللي في ايدك. وانا عايزه اقول لك على حاجه، يوم ما هتفكري ترجعي او هترجعي اوعي تفكري ان جوزك هيسمي عليكي، مش هيسمي عليكي وهيبهدلك، لان اللي زي ده ما يعرفش يحافظ على الستات، اللي زي ده ما يعرفش يعني ايه رجوله، اللي يطردك في نصاص الليالي ويضربك. يعني معلش انا اسفه، ما يبقاش راجل. الراجل هو اللي بيحافظ على مراته وما بيمدش ايده عليها، انما انتي الظاهر انك حابه الموضوع وزعلانه قوي ان ابوكي قام ضربه بالقلم. هو يستاهل 100 قلم على وشه، لان اللي ما يقدرش يحترم الناس الكبيره ويقدرهم يستاهل التربيه ويستاهل يتعاد تربيته، لان لو اهله علموه الصح من الغلط عمره ما كان هيفكر يهين ناس كبيره في السن، وعمره ما كان هيفكر يهينك انت كمان. ولكن والله لو تعرفي ان ستات كتير تتمنى اب زي ابوكي، عمرك ما هتعملي كده. حافظي على ابوكي وسيبيه يجيب لك حقك، وجوزك هيرجع لك مش هيطلقك. ونصيحتي ليكي لو معاكي عيال كده كده الامور هتهدى وابوك هيحاول يلم الموضوع، وسيبي ابوك يحلها بنفسه. ولو ما عندكيش عيال ما تكمليش في الجوازه دي، لان دي جوازه فاشله. الراجل اللي ما يحترمش مراته وما يحترمش الناس الكبيره ما يبقاش راجل. الظاهر انك حابه موضوع الاهانه وحابه كل شويه تتهاني، فانت لو اخدتي القرار ورجعتي بعد كده ما ترجعيش تندمي وتقولي اصل بيعمل فيا واصل مش عارفه ايه. ووقتها ابوكي لو اتخلى عنك وما ساعدكيش في حاجه بعد كده تاني هيبقى حقه. واعرفي